إيفان سرچاوا مشوتين مشوتين يا رسول الله قرما فرق قرما أوروبا برشلا ياوان بر إيفان بهنا مريت شكينة يكتب يجلا شي حمودة موش تكره بيجن سبت تو قرمتره يعني تجمل ولات حمو كردستاني ولسوريا ولتركيا العراق وقت بيجن كافا قرما دهات تهز دبوقو قرمال دوراتك قشي سري مرح يعني كي مرح تو في وقت البرو كيبه تبي قيروك تي توش سري تدخل اما انا في الجمجه مسرقوا لك مزن النافالا التشيامه تو يمز تشيادمه نافيد فرا متشياي نافيتش على كل موضوعنا من هم بني سميه من هم بني سميه يا ترى فايتين جديد حبذا لو تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه انه على قولة الكرد اللي يحبونا مشان يفرحوا اكثر واللي يكرهونا مشان يتغاظوا اكثر هذا هو الموضوع اضغط لايك اشترك بالقناة فعل زر الجرس وخليك متابع القناة مهتمة بتوثيق كل شيء متعلق بالكرد بالإضافة لأحيانا بثوث مباشرة بطرح أنا والضيوف يعني المستمعين مواضيع عديدة منها موضوع اليوم يلي هو بني سمية إيفان انت مش مشرف بالبث صح ولا لا ما بعرف مشان اللي يقلوا الأدب تكتميهن لا تحظيهن اكتميهن مشان يضلوا يسمعوا هن يتألموا باش يلا حبذا لو ما في بيناتكم إذا ما في بيناتكم بني سمية يفوتوا مشان يعرفوا شو عم نحكي عنهم الكرد بيقولوا قوتن لروق وناه عفو يعني الحكي بالوجه إذن الذنب معفي يعني خلونا نحكي بوجهكم أفضل منتظركم أنا بني سمية مين نطلق عليهم بني سمية هن الناطقين يعني بالعربية من السنة في سوريا سواء عرب أو مستعربين وهالفئة الثانية يلي هن المستعربين هن الأكثرية كون العرب أقلية في سوريا هدول يعني بيدعوا انتمائهم لبني أمية بني أمية يلي أصلا انقرضوا بعد ما قضى عليهم العباسيين بقيادة أبو مسلم الخراساني الكردي قضى عليهم ما خلى منهم حدا همي وهد حنان درويش سرچاوي مسلافو ريش توجع عفرين ياره ومحسن أحمد سرچاوي بافي نضال سرسرا سرچاوا محسن أحمد قل صح العباسيين حتى نبشوا قبور الأمويين هاي ثقافتهم القذرة شوفها هاي ثقافتهم القذرة والدنيئة نبش القبور هن حاليا بني سمية هلا سوف يعني ما بعرف شو كان زارابيت خوازن بي معامية عن فصحى يعني ثقافتهم القذرة التي تسمح لهم بنبش القبور أي قبر كان هنالك حرمة للقبور حتى قبور الأعداء هنالك حرمة أما بني سمية لأنهم أصلا لا يتصفون بالأخلاق لماذا لا يتصفون بالأخلاق ولماذا أسميناهم بني سمية يلا
حبذا لو تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك هون بكرر، مشان اللي يحب هالقناة يفرح أكتر واللي بيكرهها يتغاظ أكتر. يعني اشترك ونقهر عادي، يعني هاي هي الديمقراطية، اشترك ونقهر وبسمك. أقصد بني سمية. هري محسن هري. بني سمية كانت من بني أمية، كانت من صاحبات الرايات، صاحبات الرايات المعروفة يعني فيما بعد بالكرخانات. عندما حُبِلت كون 3 من رجالات بني أمية قاموا بنكحها، هي نسبت زياد ابنها لأحدهم، لم أعد أتذكر اسمه، لا رحمه الله، بمعنى أن زياد ابن زنا لا يعرف له أب. سمية نسبت هذا القذر زياد لأحد هؤلاء الثلاثة الذين نكحوها، لأنه كان ذو مكانة اجتماعية ولديه نقود. زياد هذا ومن بعده الأمويين، أساس أمية عمة معاوية ما اشتهرت بالزنا وهي متزوجة. يكتب محسن. التعليق الآخر تم إخفاؤه. صح لأنها هل كانوا 4؟ لا 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 لا، زياد ليس قصدي لا قصدي زياد بني سمية. على كل هؤلاء هنا حتى الآن أكرر هم من سنة سوريا، سواء كانوا عرب أو مستعربين، والفئة الثانية هي الفئة الأكثر، كون المستعربون في سوريا هم من بقايا الكرد، بقايا شعوب المسيحية أي بقايا الآراميين، بقايا الرومان، بقايا القرباط، بقايا الزط، بقايا الفرس. لا يعلم لهم نسب على وجه التحديد. لا أعلم. قبل 3 أيام كنت في بث مباشر هنا في منطقتي في ألمانيا. توقف 3 من الصبيان الشباب الصغار، قالوا لي هل تفتح بث على التيك توك؟ قلت لهم لا، يوتيوب. كانوا يتكلمون الإنجليزية، أحدهم بولندي الآخر لا أعلم، ولكن أحدهم كان حسن الشكل كأنه شخص إنجليزي أو ألماني. طبعا مباشرة أحدهم فتح على اليوتيوب واشترك بالقناة وأصبح يتابعها، ولكن ذاك الشخص الطفل الكبير قال بأنني سوري. قلت كيف أنت سوري ولا تتكلم لا الكردية ولا العربية؟ قال ولدت هنا وذهبنا إلى سوريا وعدنا فيما بعد. لا أعلم إن كان أحد منكم كان حاضرا في ذلك البث في هذا التوقيت تقريبا. سبحان الله، لم يكن يشبه لا الكرد لا العرب حتى يعني كأنه إنجليزي. نعود إلى بني السومية. حسان بن ثابت كمان أمه مو معروف أبو حسان بن ثابت. قصدك حسان بن ثابت قصدك الشاعر أو الذي تكفله الرسول محمد الذي تزوج زوجته فيما بعد؟ هل قصدك على هذا حسان بن ثابت؟ نعم. بني سمية هؤلاء لا يتصفون بذرة من الأخلاق، هم ليسوا قليلي التربية بل عديمي تربية. بمجرد أن ترد على أحدهم بكلام محترم يخرج ما بنفسه من تربية مقيتة، تربية دينية وتربية بيتية. دينية لا أقصد أي دين بالتحديد، كون كل الأديان من يقتنع بهذه الأديان، من يؤمن بالأديان، يكون أسلوبه محترما لبقا
يحاور بأسلوب مهذب، بعكس بني سمية. هؤلاء القميئين، لسان الشاعر، هؤلاء القميئين الذي تهرب الأخلاق منه. كاش هفر بشين لا بلكي ورن البرند اللي خلوان راحت بكن بشينن. محسن أحمد زياد بن سمية، مو معروف أبوه، كان اسمه زياد بن أبيه سفيان، لقب منحه معاوية لزياد لأنه مجهول الأب. ثم زياد بن سمية بعد تحريم التبني صار اسمه زياد ابن أبيه. لما محسن زنزان قال كنا كتشونا وجارنا ولد. نعم، هؤلاء بني أمية سابقا كان الرسول محمد وابن عمه علي يصفونهم بأقذر الأوصاف، لذلك انتقموا من آل الرسول شر انتقام، انتقموا من آل الرسول شر انتقام بقتلهم للحسن والحسين وعلي وجلبهم لنساء آل البيت من بغداد إلى دمشق. يقال بأنهم جلبوهم عراة، حتى أن أهل الشام أهل دمشق لم يكونوا يلتفتوا إليهم كي لا يروا آل النبي وهم بهذا المنظر. بني سمية قاموا بني أمية سابقا قاموا بكل هذا الأمر، فيما بعد تم تدميرهم وقتلهم جميعا، لا رحمهم الله لا هم ولا من جاء بعدهم. محسن أحمد محمد دعا على بني أمية في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم ومسند أحمد، وهم انتقموا من محمد وآل محمد أبشع انتقام، كونهم كانوا أولاد صاحبات الرايات الحمر. يلا بقى بافيني ضال بكن بافيني ضال جورد بيت شب يبكن يلا فاما قوت ناوي بشي بافيني ضال يلا. إذن الآن نرى أولاد سمية. أفرح عندما يصفون أنفسهم ببني أمية، بحسب الكاتب أيضا أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة كاتب مصري معروف جدا، يتحدث عن البغاء لدى قسم من العرب وهو يقصد بني أمية، يتحدث عنهم كيف أنهم حتى الزرقاء كونها كانت بشعة، كانت من أصحاب الخيمات والخيم. زور سباس بافي نضال مخابن از تخوازم بيجمج وربافي نضال أو كانالا مني دنج برفان بني سمية. ما بني سمية هنجي أسشاش دبو ملوان ذكرانت فيك مر الوان فانا قرينه ومزودنا مع الوان ذكرانت أو يا بري بابو حشت مهنهمه شخوم أو كانال آفيت في الريابو يعني بو 16,000 ونحسد شو بينر أوه من أو فيديو يحمو آنين في كانالا أنا وما أو كانال آفيت بجاركر جبرقو يوتيوب آقاهيج مرشانت دجارة قوته فقرينه القوري ترسي سياسة عامة جراسيا أم كانال حمورات هيجيني بوم قو كانال حمو بيراشتن فيديوهات ويدر يعني فيديوهات هرز نما كارم فقرين فيديوهات نما كارم طاقة تنز وقاس فيديو بين فيديو كلك يعني أو بون 4,000 فيديو خديم شاشنك اللي أم بيجن هناك دوباره كريو هناك بريبون وإيه كندا خستبون بين 2,000 وبين 6 فيديو بيج 2,000 فيديو ما 2,000 فيديو وقبل جا أسكارم فقرين من كارم فقرين ما مقش آفيتن فيها بشتي محمود رخصن ما أويا نحمو هنا كابون من منانينش ويا آفيت وتصخ.
محسن أحمد: زواج البغاء والرهط والتبضع كان منتشرا عند العرب وكلها أبشع من بعض. صح. وزواج المبادلة أيضا، هنالك عدة أنواع من الزواج لدى العرب قبل الإسلام. جاء محمد وأنهى كل هذه الأنواع البشعة من الزواج. طبعا يتضح هذا الأمر في أخلاقهم، تربيتهم، بأنهم أولاد هذه الأنواع من الزواجات البشعة والمريضة والمقرفة كوجوههم. محسن إيتا قشتين في شارتنها أفاي بنا محسن أحمد: زواج الرهط هو دخول 10 رجال على امرأة في نفس الوقت. هوبا. تشكيلي يعني، تشكيلي ذانا كرخان ما كرخانة جين أواج بو خده كرخانة. بني سمية كتاباتهم مقرفة، وجودهم مقرف، جرائمهم يعني ضد البشرية. هؤلاء إن فتحت الحدود وانفلتوا خارج الحدود السورية فإن البشرية في خطر. البشرية في خطر على العالم. طبعا موجود منهم الكثيرون في أوروبا وأمريكا، أقصد كندا وغيرها، وموجودون أيضا في أستراليا. وهذه الدول الغربية وأستراليا سوف يجنون ما ارتكبوه من خطأ باستقبال بني سمية. هؤلاء الذين يحملون في جيناتهم الإجرام، القرف، عدمية الأدب، وأنتم تشاهدون على السوشيال ميديا في الجرائد، تشاهدون جرائمهم في أوروبا وغيرها من الدول، وبخاصة الجرائم الجنسية، مواضيع الاغتصاب. يعني بمجرد أن تسمع بأن هنالك جريمة مقرفة قام بها أحد الأجانب في أوروبا بشكل لا إرادي، يذهب تفكيرك وذهنك إلى السوريالي ناطق بالعربية، لا مجال. وش دخل مام وش دخلك في ناس؟ لا تسوي فتنة، سوف تحاسب على الكلام. قصدك على مين يا من 5 دي؟ وش هي الفتنة؟ وش هي الفتنة؟ زور سباس بافي نضال. وعندما تقول الحقيقة، عندما تظهر الحقائق، يخرج لك زطي. هنا لا أقصدك يا